وين الدولة تدعم مش تحرك كما هكا ويقول لك قال بوتفليقة. يا رسول الله بوتفليقة يقول هيك. يجرى هيك يا رسول الله. ليه؟ على ما يعلموناش تنبيه ويعملوا لنا اعلان قبل ما يجرى فينا كما قال لك قال بوتفليقة، ليه يبلي في بوتفليقة ويبلي في الدولة ليه؟ بري في روحنا. عليه كما هكا. الناس يحبوا يحقروا الناس. اللهم ان هذا منكر. احنا العرب حاشا الدولة احنا محقورين في هذه البلاد. ليه كما هكا؟ نعم. باش يحمينا عاد يزيزي فينا. نعم. واللي دار كما هكا وحرق كما هكا باش يروف عليك. غدوه يحرق العباد. حرق الغش غدوه يحرق ترمى ولاده. هذا الاعلان اللي معلق ورايح على الرقابه. والشعب هو اللي يحمي المنطقه نتاعه. الشعب هو اللي يحمي المنطقه نتاعه، ما يحميهاش واحد مانيش عارف عليه يرضى في البيبر والله مانيش عارف عليه. ما يحرقش مش يقول هكا قال بوتفليقه جاني امر. وهدرنا ما قال لك جاي الامر من بوتفليقه. بوتفليقه انت وانت تعرف بالك حتى في التلفزيون ما ريتهاش. وانت تعرف بوتفليقه انت. على الاقل كان قال حتى من شاف ريجو والله شاف سكتور والله شاف انت تكسبت الكولونير والله شاف اللي شاد قمار. ما بعثكمش انذار قبل قال لكم لازم؟ ما انا حتى انذار والو. هذاك هو. حتى قالوا له هات لنا الورقه اللي باش تحرق بها. ولازم الفاكس اللي جاه من بوتفليقه اللي يهدر بها حتى السيد يهدر اللي الفاكس اللي جاه من بوتفليقه والله من شاف ريجو والله مانيش عارف عليه والله من شاف سكتور اللي عطاه امر لازم يعطينا الفاكس نشوفوه وتكون الحاجه باينه. تكون المهمه نتاع الحرق باينه. والسبب الدليل على شحرق. السبب الدليل على شحرق. الدليل على شحرق. شوف في القانون هذه السلطه واش تدير؟ كابيتان يا المنكر، كابيتان يحمي الشعب، كابيتان لا حشم من الثياب نتاعه، لا حشم من اللقو نتاعه، جاي يدور ضحاه هنايا على السراير والجايله جاب الطاقه تسوى 400 مليون، لا حشم لا شعر ويحرق في المنازل نتاع اصحاب الريف، اصحاب المربيين فايتين الغرون هنا، غرون فايتين هنايا، غرون هنا السكان هنايا، يجي الضيف يتعشى ويجي العريان يتغطى ويجي العطشان يروى. نعم جاني قال لي يمرق من الزراير باش يشعلها. قلت له عن واش بيشعلها؟ قال لي جاني قرار من بوتفليقه. قال لي يمرق راه جاني قرار من بوتفليقه قالوا لي شعلها الزرايب. وش من الوقت جاك؟ جاني عمال 12 ونص هاك شويه. 12 ونص خلاني الناس هذا سامحني شوي هذه السلطه 26 زريبه. هذه السلطه اللي باش تحمينا وحنا ناس مربيين عادلنا فايت 100 سنه نكسبوا غير البل والغنم. خرجت الدوريه كابيتان نتاع جيجياف خرج جيل البير نتاع النجع اللي يصيف عليه النجع ويرعى فيه كمل 26 زريبه شعلها في منطقه واحده. هذه السلطه اللي راهي نتاعنا اللي دايرين نتاعنا وباش تحمينا ونحسب ارواحنا. استقلينا احنا في عهد فرنسا ما لحقناش الشيء هذا وما ريناش وما وصلناش ما نفتحش عليكم وما فهمنا حتى شيء كيف هالسبب من وين جاي ولا كيفاش ولا واش من قرار ولا واش من امر عاطين الا قال لنا القرار جايني من بوتفليقه. ما فهمناش قضانا لا من ليطنا دار بن طرايه وخرج لا مامر من البلاد نتاعنا مامرينه نتاعين البلديه ولا نتاعين الوطن. ما فهمنا حتى شيء. حنايا لنا نايا عمري 25 سنه وبايا عمره 75 سنه وجده عاش 100 سنه قدامه ما وصلناش الشيء هذا وما كان من حدثنا به. وحنا في المنطقه هذه جونا الثوار في عهد الثوره منين الجزائر مستعمرتها فرنسا وعقبتهم من فرنسا ما درت الشيء هذا. المهم ما فهمنا حتى شيء. أول مرة الشيء هذا راهي الدورية نتاعنا الدولة نتاعنا اللي راهي باش تحمينا. شفت واش دارت لنا 26 زريبة في الحيطة نتاع الكركوبي 29 وفيها المخزن وفيها الطروفة نتاع الذر والقناجير والقصب والعلف نتاع البل ونتاع الغنم والغطوات وكلها شعلوها الزور متعدى. كمل دوري ردوها رماد هكا كما تشوفوا. وش طالبوا انتم وش طالبوا؟ احنا نطالبوا في لسان اللي فعل الشيء هذا كان الامر من عنده يتعرف من عنده كان الامر من مامرينه من اولاد البلاد ولا من فوق يتعرف اللي فاعل الشيء هذا ومسبب فيه لازم يبان. هذا مطالبين لازم يخلص لازم احنا جزيريه ولا خطي. هذا اللي كان اولاد الوطن واولاد الجزائر كان جالين خليناش نروح لتونس ولا ليبيا ولا نخش خلاع عروسنا ما عادش لازمنا اللي اليوم رانا واقفين الوقفه هذه وين تضامنيه مع اولاد بن دويم اللي تعدت عليهم الحرس الحدود وحرقت لهم الزرايب نتاعهم وفيها المؤونه تاع اولادهم وفيها الزواور وفيها وسماه. واليوم راهم في العراء وهذا اولاد بن دويم نقولوا حنايا في العرش نتاعنا نقولوا الربيع.
الربيع راهم معروفين من عهد الاستعمار، هم اللي كافحوا الاستعمار في منطقه واتسوب، هم اللي ادوا سلاح من ليبيا هربوه لجبل الاوراس للثوار نتاعنا، هم اللي قاسوا في البلاد هذه وين. اليوم يجي شخص يقول بان راهو جاني امر من فوق من الجزائر من بوتفليقه ولا مسماه ويثور يحرق لهم الزرايب نتاعهم، هذه راهي ماهيش ممكن وما تصراش في الجزائر الشهداء، هذه راه ما تصراش. واي واحد باش يحرس الحدود راهم يحرسوه اولاد بن دويم عمرهم كامل جدودهم هم هنايا، وهم اللي دايرين فيهم ثقه في حراسه الحدود، مش يجي واحد يحرق لهم الزرايب نتاعهم يخليهم كما هكا اولاد بن دويم. بن دويم عمرهم كامل معروفين بالجهاد، وعندهم الشهداء في الواد اكثر من اي فرقه هنايا، سواء من المصاعبه ولا من عيايته ولا مسماه، هذم اولاد بن دويم هم المشهورين، وهم اللي خلوا فرنسا تشفع وتخرج خارج الحدود، وهم اللي طردوا فرنسا. هذم اولاد بن دويم يصير لهم كما هكا، هذم راهم حراس حدود، هذم راهم حراس حدود، اولاد بن دويم راهم حراس حدود. ماذا بينا نطلبوا من السلطات تنظر في القضيه نتاعهم عاجلا ام اجلا، لازم تنظر لهم وتعطيهم حقوق نتاعهم. والسلام عليكم ورحمه الله.